الوفاء النهارده، واحنا النهارده كمان مع جمعيه اهل الصفوه. جمعيه اهل الصفوه مش اول حدث ان هي بتعمله، ودي احداث كتيره، وكانت في احداث وامسيات شعريه جميله، وفي رساله بتأديها جمعيه اهل الصفوه. وعشان كمان نعرف الصفوه من رئيس مجلس اداره جمعيه اهل الصفوه استاذ محمد عينين. اهلا بحضرتك. اهلا بيك، اهلا وسهلا. استاذ محمد، يعني خليني اقول كده ان انت يعني النهارده جمعيه اهل الصفوه رساله جميله ورساله كويسه جدا ان انت النهارده يوم اليتيم، سلسله من المحافل اللي عملتوها والحفلات. اعتقد ان انت حضرتك اللي هتسردها لي يكون اكتر. والله احنا كل اللي احنا بنعمله ده حاجه في سبيل تنميه المجتمع، وحاجه في سبيل نغير من صوره بورسعيد ونبين وجه بورسعيد الحقيقي، وده اللي احنا شغالين عليه بقالنا فتره يعني. فطبعا من ضمن الاحداث النهارده الاحتفال بيوم اليتيم. اليتيم بصراحه مش كفايه ان احنا نحتفل بيه يوم، المفروض ان احنا نحتفل باليتيم ونرعاه طول السنه، ده واجب علينا كلنا. انما ما فيش مانع ان احنا نعمل لهم يوم احتفال عشان نبين لهم مدى يعني شعورنا بيهم، ومدى حبنا ليهم، ومدى اهتمامنا باليتيم. بالنسبه للاحداث اللي طبعا بتشارك فيها الجمعيه بتشارك في احداث ثقافيه، في احداث اجتماعيه، في احداث خيريه، على اساس ان هي ده دورها في المجتمع. والمفروض ان كل الجمعيات النهارده اللي موجوده في المجتمع تحذو نفس الحذو. استاذ محمد، قول لي، يعني انا عارف ان الجمعيه اهل الصفوه كان في عمرو قطامش وفي هشام الجخ، والحاجات دي لقت يعني صدى كبير جدا في بورسعيد، ولكن انا عايز اخد من اهل الصفوه، هل فعلا انتم بتحافظوا ان يكون العدد محدود والفئه معينه اللي انتم عايزين توصلوا لها؟ لا ابدا ابدا، احنا بنعمل العمل لبورسعيد كلها، وانت حضرتك شايف النهارده يعني كل الحضور، حتى الاعمال اللي فاتت كلها كانت الدعوه فيها دعوه مجانيه وكان موجود حضور كتير. انما احنا بنهتم بفئه الشباب شويه، لان فئه الشباب مش عايزين نقول فئه مهمشه، انما محتاجين اهتمام زياده اكتر مننا، دول المستقبل ولازم نهتم بيهم، فده دورنا في الجمعيه. استاذ محمد، يعني ايه اللي جاي بقى من اهل الصفوه؟ ان شاء الله يوم 4/5 عندنا هشام الجاخ تاني في المدرسه الدوليه الBIS. طبعا في دلوقتي منحه حمله تنميه بلا حدود من المركز الكندي، ودي شغاله دلوقتي في كليه هندسه في بور فؤاد. وان شاء الله في لقاء قريب مع ان شاء الله الفنان الكبير محمد صبحي، هيكون برضو لقاء ثقافي مع شباب بورسعيد. كمان في لقاء مع الفنان البورسعيدي العالمي الاستاذ سيد بدريه، وهيكون ان شاء الله اللقاء يوم 7 مايو. فيعني في سلسله لقاءات جايه كتير، طبعا بالاضافه للاعمال الخيريه اللي بتقوم بها الجمعيه بصفه مستمره. وسيط الفيلم موجود معاك في كل مكان. اكيد طبعا، وسيط الفيلم ده بتاعنا مش بتاعكم يعني. شكرا شكرا يا محمد، شكرا. حفله يوم اليتيم